صافرة سبقت واحتسب فاول لصالح اللاعب مؤيد سليم. الإعادة وضحتها الآن، الإعادة وضحتها، وهذا مؤيد سليم. مؤيد يحاول كرة على جهة اليمين، فيصل يحاول مرة أخرى، أخذها على صدره. حسونة ترتد، والهدف مؤيد سليم عدلها. يا على الفيصلي، أظهر كل إمكانياته الهجومية الرائعة هذا اليوم. الفيصلي يعدل النتيجة بهدفين، والمباراة طبعا يعني وصلت إلى أكثر من نصف الساعة بقليل. وعبد الحليم فايل يقول يعني لا، ماذا أفعل؟ متابعات بالفعل، وضغط الفيصلي كان ضغط شديد جدا، وها هو الفيصلي يعدل الكفة. والآن طبعا صارت 2-0 في عمان، و2-0 كانت هناك في صلالة، فبالتالي الكفة الآن متعادلة. ومؤيد الهداف المعروف لمنتخب الأردن، مؤيد عنده طبعا سجل مؤخرا هدفين في تصفيات كأس الأمم الآسيوية. هاي الكرة بدأت من اللاعب عبد الهادي، وكيف ارتدت، أو حسونة ارتدت طبعا من عبد الحليم إلى المتابع. لاحظوا كيف أخذ حسونة، وطبعا صد عبد الحليم إلى مؤيد سليم.